في بنت عندها موبايل قديم بقالها 8 سنين، والمشكلة ان الموبايل مش بيكمل شحن اكتر من 5 دقايق. البنت دي اسمها أنا، وكل ما تخرج لازم تشيل الشاحن معاها. اصحابها اتخنقوا منها وقالوا لها اشتري موبايل جديد وخلاص، بس هي كل مرة تتردد عشان مش بتحب تصرف فلوس. في يوم وهي بتشحن الموبايل، شاب اسمه جاك عدى وخبط السلك بالغلط. أنا اتنرفزت وقالت له ان الشاشة اتشرخت وطلبت منه يعوضها. هي كانت اصلا عايزة تتحايل عشان تكسب فلوس وتغير الشاشة، لكن المفاجأة ان جاك عرض عليها يجيب لها موبايل جديد بدل ما يدفع فلوس تصليح. انا استنت جاك بالليل عشان يجيب الموبايل لكنه ما جاش. تاني يوم راحت له على سكن الطلبة وطلبت منه التعويض. جاك قال لها انه معهوش كاش دلوقتي والكريدت كارد بتاعه مش شغال، وطلب منها تديله يومين كمان. انا افتكرت انه بيتهرب منها، فقررت تاخده يشتغل معاها شغل باليومية والفلوس تبقى تعويضها. بس جاك عمره ما اشتغل قبل كده، فقضى اليوم كله يعتذر للزباين وهو متلخبط. قبل ما يخلص الشغل جاك مسك بطنه وقال لأنا انه محتاج يدخل الحمام بسرعة، لكنها رفضت بحجة انهم لازم يكملوا الشغل. بعد ما خلصوا انا رفضت تاخد تاكسي عشان غالي، واخدت جاك معاها الاتوبيس، لكن فجأة جاك وقع مغشي عليه جوه الاتوبيس. انا فضلت تعيط طول الطريق في الاسعاف، وافتكرت انه تعب بسبب انها اجبرته يشتغل.